والاول كنت تمشي بكني بالحيط. اجعلهم يعتقونني وسأدلك على مكان الكنز. حقيقة اوعى تكذب، اوعى تكذب، ها؟ حقيقة؟ خلاص، واريد ان اعتق هريسة. موافقون. ويعطوني السيف. موافقون. واريد الحمار. موافقون. واريد الترانيل. موافقون. وشعب بورتو مارينا. موافقون. وما هي البورتو مارينا؟ مزرعة للبط. مزرعة في بط في اغوار الصحراء جوه. وانا عايز اسالك سؤال يا عم هريسة. هو انت ليه لما بتشوف خلقة اللي جابه امي يعني بترسم على وشي علامة استفهام وتقعد تسأل؟ فانت ليه بقى؟ انت موجود ولا مشيت؟ ها ايه السحرة دي كلها؟ ها؟ ده الواحد لو خد له هنا بتاع قيرتين ثلاثة كده ويسقعهم يجي بتاع 1500 سنة كده لحد ما يخش كردون مباني، هتجيب ملالين. اه والله. واحتمال تتعمل كيمباوند، تتعمل فيها كيمباوند. هما فين قطاع الطرق اللي بيتكلموا عليهم دول شمال يا نضار؟ يا قطاع، يا قطاع، شمالك ايها الاشوح، شمالك ايها الاشوح. مع السلامة عليكم. عمت صباحا يا ولدي. الله يخليك. ماذا تريد؟ والله انا كنت اريد ان انا اذهب لبين الجبلين. ولكن ما الذي يدفعك للذهاب الى هذا المكان الموحش؟ يا حاج، يا حاج، يا حاج، ارجوك ارجوك اتوسل اليك. انا جاي على الحمار ومتمخبط في قلب الصحراء ومطبط وشمس وقرف، فقول لي بقى بالراحه كده عشان خاطر انت كمان نفس داخل ويا عالم هيرجع تاني النفس ده تاني ولا لا. قول لي فين بين الجبلين. لهجتك غريبة، تحلى بالصبر يا ولدي، فمن واجبي أن أحذرك. يا سيدي متشكرين على التحذير، بس انت قول لي. أنا عندما كنت في مثل عمرك كنت أحد أكبر سافك الدماء في الحجاز كله. لو بصراحة باين عليك الخربشة والحركات. اوعى. لقد تبت عن الأعمال الإجرامية منذ 10 سنوات. لا بجد؟ طب وانت بتشتغل ايه دلوقتي؟ لقد قمت بفتح متجر صغير لوأد البنات. ايه وأد البنات ده؟ نقوم بدفن البنات الصغار وهم أحياء لأنهم عار علينا. يا سلام على التقوى والورع. لا والله، والله كلك بركة يا حاج، كلك بركة. مش عارف اقول لك ايه. ان شاء الله كده باذن الله ربنا يكرمني واخلف كتكوتة صغيرة اتي بيها ليك عشان خاطر تدفنها. قول لي ابوس ايدك انا اروح كيف هناك عند الجبلين؟ كيف فاينة؟ إنك تهذي يا رجل وتثرثر. يا عم انا اللي مصرصر؟ ده انتوا اللي مصرصرين. ده انتوا مخلصين على الصراصير اللي في الجبل كلها. قول لي ابوس ايدك اذا كنت انت موجود وكائن حي قدامي، واذا كان في بني ادم يعني، كيف اذهب هناك عند الجبلين؟ إنني أعلم جيدا إنك لن تلاقي هناك غير أعتى المجرمين، ولذلك يجب علي أن أحذرك. يا سيدي متشكرين على التحذير، متشكرين على التحذير. قول لي انا اذهب هناك، اذهب هناك بين الجبلين. كيفك؟ ما دمت مصر ايوه سوف تسير في هذا الاتجاه مسيرة يومين. أيوة. ثم تنحرف يمينا. ايوه. ثم يسارا. ايوه. ثم يمينا. ايوه. ثم يسارا. ايوه. ثم إلى أعلى. ثم إلى أسفل. ثم يمينا. ثم يسارا. ثم إلى أعلى. زي بني آدمين كده. ثم إلى أسفل. وهناك سوف تجد رجلا يدلك على المكان. والله لولا ان انت بابا بس، ولولا ان انت راجل كبير هحطك كده عليه واقعد اعملك كده حاوي. اجري يلا، اجري خش جوه يلا. لهجتك غريبة. يلا اجري بقى. لهجتك غريبة يا رجل، لهجتك غريبة، لهجتك غريبة. حفظك الله.
عماه مصيبة يا عماه. ماذا حدث يا هندو؟ هل حدث مكروه للمبي؟ وأنا مرة بالصدفة على السوق قابلت جارية كليبة، وعلمت منها أن كليبة وزيدون اتفقا سويا للانتقام من اللمبي، وأرسلوا للأشرم من يخبره بقدومه ليأخذ حذره. حفظتك الآلهة يا لمبي. لا تقلق يا هندو، فقد يستطيع اللمبي أن يتغلب على الأشرم ورجاله. إذا نجا اللمبي من قبضة الأشرم فلن ينجو بأي حال من الأحوال من الرمال المتحركة. وألمباه قتلوك غدرا يا حبة القلب، ألقوا بك في شر الطريق. والله لن أحب غيرك يا لمبي، فلو قطعوني إربا قلبي ما يريد غيرك يا ابن العم. انت نمتي هنودة؟ اعطيني قبلة. لمبي نحن في ورطة. بنتي ورطة ايه وربطة ايه؟ احنا اعطيني قبلة. ده العفريت ده ولا ايه؟ سيد زيتون. يا هريسة، خادمك المطيع. خدام عنده. أعطيني الصوت. ملقون في الزيت والفلفل الحار. جثوث، شفت جثوث. سأظل أضرب. ما خطبك؟ لم أضربك بعد، لماذا تصرخ؟ ما انا كده هتضرب فتحسهم يا سيد زيتون. سأجعلكم عبرة لباقي العبيد. أغثني يا لمبي. اغثني من بيت يا ست، ما انا لازق جنبك اهو في الشجره. وبعدين بقى يا جماعه حد كلم لنا مامور اسمه قريش ولا حاجه. أتريد الماء يا لمبي؟ ابو الواجب. انا ابو امك. طب اسال هذا الفتاه. اسال هذا الفتاه. اسال يلا. سهم يا لمبي. ايوه انا اسال. يا عم اسال يا حبيبي. يا عم انت عمال تسبق بالنخله وسايبنا احنا ليه طيب كده؟ الله. أغثني يا لمبي. اغثك؟ انت اللي كنت ممكن تغثينا. ايه يعني؟ ايه يعني لما كان هيطلب قبله وتعدي؟ عاجبك اللي احنا فيه ده؟ انا بعد ده هروح اقعد معاه هناك مع الجواري. يعني في اللي هو عايزه. ما قلت لك مش هعرف اعمل حاجه، انت هتقعد تندهيلي من بطنك. أنا لم أقل شيئا، الأصوات قادمة من بعيد. الاصوات قادمه من بعيد؟ ده مسلسل ده ولا ايه؟ يا نهار ازرق، انت كنت عايز تبوس كل دول ولا ايه؟ لا تخافوا فانتم في حمايتي. ماذا تريدون يا قوم؟ نحن في مصيبة ولن ينقذنا منها إلا اللمبي. أجل، ولن ينقذنا إلا هذا الشاعر العظيم. ايوه النشاعر، انا هو بنشعر في قصايد بينا محترمينها. شاعر عظيم؟ هذا العبد الحقير لا يقوى على حماية بعوضة. هناك قاطع طريق يسمى الأشرم، ولن يقدر عليه إلا عبدك يا زيدون. ولا يوجد حل إلا أن تفك وثاقه ليذهب لمقابلته بين الجبلين. وإذا لم أحل وثاقه؟ ما بقى حسن انت شويه بقى يا حاج زيتون. وحتى لو حلل لي ساقي، انا ما اروحش اغرب نفسي انا واروح اتخانق في منطقه غير منطقتي. اروح اتضرب بين الجبلين ليه؟ ما انا واقف هنا اهو بتذل باحترامي. أنت لم تخلق للعذاب يا لمبي. مين ولادي؟ أجل، فأنت خير الرجال. عايزة يا بت؟ إني أشعر بالغيرة عليك يا لمبي. إنه نساء ميصات. أعطوني قبلة. لمبي، لا يوجد أمامك خيار آخر يا زيدون، إما أن تحل وثاقة أو سنقاطع تجارتك ولن نحمي قوافلك. نحن مضطرون لذلك يا زيدون. فيما تفكر يا رجل؟ حل وثاقة. لقد حطك في منزق. إذا قضي الأمر، حل وثاقة. هيا يا جثوث لماذا هذا الخساسة؟ كنت ماشي جنب الجبل من شوية. ها؟ لو كنت اعترضت
لكانوا ربطوني في النخلة التالية، لكني رجل ضعيف وفقير أمشي بجانب الجبل. لمبي أغثني يا لمبي. انا ايه يا بنت؟ هو انت هي هتقعدي تروديها كل شويه؟ الله، ما انا جنبك اهو. الآن نريدك أن تذهب للقاء الأشرم بين الجبلين. وانا اروح اشرب منك جبلين ليه؟ هو جاب لي الميه ونزلها قدام بقي وقعدت انا اطلع لساني عشان اشرب انا والبيت، وهو ما سالش فيا وخد الميه وراح بعيد. اروح انا اشرب من الجبلين ليه؟ يجب أن تذهب له حيث ينصب في خاخه. يا عم ينفخ في خده زي ما ينفخ في خده، وانا يعني يهمني ايه ينفخ في خده؟ بس انا لو هعمل كده يبقى انا بقى ليا اذا شروط. سحقا سحقا، أصبح للعبد شروط. الشرط الاول اشرب ميه. أسقي يا سيد زيدون. اه، لقد قال لك العفريت اسقيه، هذا العفريت الساحر. هات الماء. لمبي أغثني يا بس ايه ده؟ جمله منيله اللي حفظوها لي. هل من طلبات أخرى؟ أجل، أنا عايز أريد أن يعتقنا أنا وهندودة. موافقون. وأنا جدك يا لمبي. الآن شدي.